بكلمهم هنا على فكره او علاقه الاحجار زي الديورايت، زي الشست، زي الجرانيت وغيرها من الاحجار الصلبه اللي جت بفعل البراكين وبالضغط الحراري، وعلاقتها بدعم اللور شاكرا او اللور سيلف، ان هي بتدعم الحاجات دي. وعشان كده انا جبت لكم برضو ممكن تبقى من ضمن الوسائل اللي فيها الايضاح عند الناس، ان احنا عندنا هنا في مصر القديمه كان عندهم انواع كتيره جدا من الستونز. فاحنا عندنا هنا الستونز او البريشيوس ستون والسيمي بريشيوس ستونز في مصر القديمه كانوا بيسموها بو. بو معناها او ربي كلمه ثانيه، ودي معناها اللي بتخاطب what you feel، اللي بتحاكي اللي انت بتشعر بيه، وبتعمل عمليه جذب للانرجي اللي بتعمل مانيفستيشن لده. فاحنا عندنا هنا الروج الحجر الرملي الساندستون، والشست الباكت، وعندنا الديورايت المنتت، عندنا الاحجار زي حجر البغن البازلت، الجرانيت، المات، كل دي الهيماتايت، الديدي، تمام، الحجر بتاع العينو. كل الاحجار اللي انا ذكرتها دي معاني اسمائها معناها او بتديك المعنى اللي بتقول لك او اللي بيدي لك معنى الاستابيليتي، عمليه التاسيس، الترسيخ، المعاني الخاصه بجذب الاهداف اللي انت محتاجها، اللي بتقطع الامكانيه ما بين الشك او اليقين في تحديد الاهداف. فهي كلها بتسبورت الروت شاكرا والسيكرال شاكرا والسولار شاكرا، علشان تدي لك ايمان او فيلينج جواك بان الايدياز بتاعتك او الاهداف بتاعتك اللي انت حطيتها هنا well accepted،